يلعبها لفامبو. هذه كره كانت فيها اتجاهات، فيها اتجاه دفاع فريق الرجاء الرياضي. كان بعد اول لاعب ليما مابيدي، ولكن بعد الكره الاخيره كره اماميه مشات في الشيء اليمنى لفريق الجيش الملكي لياسر حداد، ما تمكنش من هذه كره. محاوله من سعد بالمعلم، عرضيه، فرصه عسكريه، جول حمزه الخابا يحرك الجماهير العسكريه في المدرجات بهدف ياتي في حدود دقيقه 39. خوان كارلوس كاردو يقول لهم معليش، يجب ان نتدارك الموقف، يستغل الخطا. ولاحظوا معي الخطا اللي ارتكب في الجهه اليمنى. سنتابع الاعاده، سنتابع اخطاء فادحه من دفاع فريق الرجاء. غادي نشوف معي اللي لعبه واسماعيل بالمعلم المره الاولى ولا الثانيه، ومن المتابعه تغيب. وحمزه خابا حرا طريقا يستغل الفرصه ويسكنها في الشباك. فريق الرجاء الرياضي معلنا تسجيل الهدف الاول في حدود دقيقه 39. هدف سيغير اشياء كثيره في هذه المباراه فيما تبقى من معطيات الجوله الاولى وكذلك الجوله الثانيه. بعد ما كان اداء رتيب مع ما نقولش بدايه هذه المباراه، لكن الى حدود اللحظات الاخيره هدف يبقى ونقطه الضوء في هذه الجوله الاولى. هدف لفائده فريق الجيش الملكي من توقيع حمزه خابلان. سنتابع ردة فعل فريق الرجاء الرياضي وفي المقابل كيف سيتعامل مع هذا الهدف المسجل فريق الجيش الملكي. كرة نشوية، فرصة راسية، جول محسن ياشر الجوليادور يرد سريعا على فريق الجيش الملكي. ولاحظوا مع ردة فعل الوس فيرير كارلوس بعدما سعد كثيرا بالهدف اللي كان سجله حمزه خابا. دقيقة بعد ذلك محسن ياشر بخطأ فادح كذلك على مستوى دفاع الجيش الملكي يسجل هدف.